السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوب بودكاست على الطريق. النهاردة طبعا لازم تكون مقدمة مختلفة شوية علشان احنا في العيد. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم وقرايبكم وجيرانكم واصحابكم وكل الناس اللي نفسكم تعيدوا عليهم. اتمنى ان انتوا تسيبوا لهم كومنتات عندنا وتعيدوا عليهم من ناحيتنا، يعني علشان يبقى عيدية موصولة مننا ومنكم. يعني كل سنة وانتم طيبين. حلقتنا النهاردة حلقة دسمة وخفيفة وجميلة كده، يعني هي دسمة وخفيفة في نفس الوقت، فعادي يعني. ناويين النهاردة نتكلم معاكم عن العادات، ومش هقول لكم ازاي نكتسب عادات وازاي تغير حياتك بشوية سلوكيات جديدة تدخلها عليها فتنجح. مش هقول لكم كده، يعني احنا جايين النهاردة نحكي معاكم عن قوة تأثير السلوكيات في حياتنا احنا. الحاجات اللي احنا ركزنا عليها كنا المفروض عايزينها تخلص من شخصيتنا او تختفي من شخصيتنا، سلوكيات مش حابينها فينا. ازاي قضينا عليها، وازاي برضو حاجات كان نفسنا تكون موجودة في شخصيتنا ازاي كسبناها وبدأ يعني وبقت ديت حاجة عادية في شخصياتنا احنا. فنحب بقى نرجع للمقدمة الطبيعية بتاعتنا ونقول أنا عشري وانا هشام. وده بودكاست على الطريق. قول لي بقى إتشو، النهاردة طبعا يعني ده السؤال المحبب ليا أنا نفسي. لو سألتك كده على مدار سنتين 3-5 فاتوا، سنتين 3-5 كنت بتشوف يعني كنت بتقعد مع نفسك كده وتقول أنا فيا إيه وحش وفيا إيه حلو ونفسي إن أنا أغيره ولا لأ؟ ولو كنت بتعمل دوت مع نفسك، ايه بقى الحاجات اللي انت كنت نفسك تغيرها وبالفعل اتغيرت سواء للحلو او للاوحش؟ يعني صارحنا بقى وصارح الناس كلها. قبل ما ابدا كلام، خليني برضو هرجع واقول تاني كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. احنا في ثالث يوم العيد، معلش احنا اتاخرنا عليكم شويه، جت متاخره العيد بقى، بس حبينا كده برضو نديكم يومين كده تعيدوا، واحنا نيجي نعيد عليكم برضو في ثالث يوم عيد. والله يا عشري، عشان اكلمك في الموضوع ده، هو الموضوع زي ما انت قلت من شويه، هو الموضوع فعلا يعني مش تقيل، بس هي الفكرة كلها بتقعد فترة من حياتك تايه شوية، وده الطبيعي. مش عيب خالص انك تبقى تايه، مش عارف انت عايز تعمل ايه، او مش عارف تبدأ منين، او يعني حاجات كتير. بس انت لما جيت تسألني ايه الحاجات او اللي انا كنت عايز اغيرها من 5 سنين، هو سؤال صعب شوية، مش هكذب عليك، بس خليني لما يعني ارجع كده شوية بالوقت في شوية عادات او شوية حاجات انا كنت فاكر ان انا ممكن ما اعرفش اعملها، عشان انا يعني في مخي كنت حاطط زي ما تقول سقف ليها، او حاجة شايف ان هي بعيدة، او ان انت مش مصدقها ان انا ممكن اعمل ده. حلم من احلام اللي انا كنت عايز اعمله دايما ان انا نفسي اسافر، نفسي اسافر بره، مش عشان بلدنا وحشه ولا عشان انا مش عايز اعيش في مصر، لا الكلام ده مش صح. وانت اكيد هتوافقني الراي، واي حد سافر بره هيسافر بره وعاش بره هيعرف ان بلدنا احسن بلد، بس هي الفكره كلها بس شويه ظروف صعبه، بس محدش هيرتاح نفس الراحه اللي هياخدها في بلده، يعني ايا كان الناس بتسمعنا منين. بس دي حقيقه، كل واحد بيرجع بلده، او حتى لما بيرجع اجازه بيحس باحساس غريب، او احساس كده من الراحه عمرك ما هتحسه لو انت رحت احسن مكان في العالم. صح. وده مش بقولك ان هنا حلو هنا وحش، بالعكس هنا يعني مش بقول ده حلو وده وحش، بس انا بقول لك ده طبعا يعني ده بتبقى حاجه طبيعيه، حاجه تلقائيه لما بترجع بلدك وبتاع، بس يعني عشان مش عايزين نطلع بره الموضوع يعني. فده كان حلم طول عمري، ان انا عايز اجرب، عايز اطلع اجرب اشوف الحياه بره عايزه ازاي، عايز بس عايز اعيش في كواليتي تستكشف. معين، استكشف، اخد خبره. بس كان دايما الحلم ده بالنسبه لي، او
الفكره دي بالنسبه لي مش قريبه لدماغي، يعني حاسس ان هي مش تحصل، عشان ما كنتش مصدقها. يعني ما كنتش مصدق فعلا ان انا ممكن اعمل واعمل واطلع واروح اعمل. ما كنتش يعني، كنت دايما حاسس ان انا مش هعمل ده. بس فقعدت اشتغل عليها واحده واحده، واتخرجت من الكليه وبدات اشتغل يعني حبه حلوين، يعني 3 4 5 سنين كده في مصر. وبدات اشتغل على ان انا مسافر كده ولا كده مسافر، انا ورا حلمي مهما وصلت. انا نفسي اسافر واجرب التجربه. وزي ما كنا بنقول في الفيديو اللي فات، مش هاممني فكره النجاح والفشل على قد ما هاممني فكره ان انك انت انا تبقى امشي. احسن. ان انا بالظبط انا عايز امشي ورا حاجه، عايز اجرب التجربه، عايز اخد الاكسبيرينس، عايز اتعلم حاجه جديده، عايز اشوف الناس اللي بره دي، الناس اللي طالعه بتقول انا رحت وعملت، عايز اعيش التجربه دي. طب هسألك سؤال، يعني هل ان انت تعيش التجربة دي لازم يبقى في عادات معينة بالظبط، تكون ما شخصيتك هو اللي علشان انا تحصل على ده؟ بالظبط ما هو ده اللي انا كنت لسه جاي لك فيه. اول حاجه بدات اعملها، بدات احط زي ما تقول خطط. يعني يعني ازاي مثلا عشان اوصل لدبي مثلا، ولا عشان اوصل مثلا انا حلمي ان انا عايز اروح كندا، ايه اللي انا المفروض اعمله، او ايه اللي انا يعني ايه المطلوب مني دلوقتي. اول حاجه بدات اشوف ايه الورق المطلوب، ايه الحاجات المطلوبه ازاي. طب مثلا لو انا سافرت دبي، سافرت السعوديه، سافرت ايا كان الخليج، ايه المطلوب مني من مهنتي انا، ايه الحاجات. وبدات احضر فيها. بدات اسال هنا وهنا، بدات احط يعني احط الخطوات عشان اقرب الفكره اكتر لدماغي. ان انا وانس ان انا حبيت اسافر، بدات الفكره تبقى واقعيه اكتر بدل ما هي خيال. يعني هو يعني فاهم، قرب يعني الموضوع بقى واقعي ليا اكتر. ولما اتاحت لي الفرصه وقدمت الورق، بدات احس لا، هو الموضوع عادي ممكن اي حد يعمله. بس انت الفكره كلها ان انت ترتب افكارك، وترتب الحاجات الريكويرمنتس اللي مطلوبه منك، عشان لما تبقى يحلك الفرصه تنط فيها على طول، ايه، وتمسك فيها. فده كان بالنسبه للشغل، لو انت بتسالني على الجانب المهني. يعني حاجه تانية ممكن الناس ما تعرفهاش، انا كان دايما مهووس بالرياضه. ودايما اخواتي يعني واصحابي يعني عامه دايما بييجوا يزقوني، طب انت ليه ما تخشش في المجال ده، انت اصلا رياضي طول عمرك. انا اصلا يعني الناس اللي ما تعرفش، انا كنت بلعب هاندبول في نادي في اسكندريه، وكنت بلعب يعني بروفيشنال اثليت. يعني كنا دوري وكاس يعني يعني فاهم، كنت بتمرن بجد، وحياتي كلها كان عباره عن تمرين والجيم وكده. فده كان شغفي دايما. دايما بحب اتمرن، يعني بحب امرن كمان، واتمرن وامرن. بحس ان انا ممكن اقعد امرن واحد ومثلا واحد مثلا محتاج ان انا اساعده، لا اعمل كده صح وكده غلط. فجاء من السنه اللي فاتت كده، طب اخويا قال لي طب بدل ما انت بتحب ده، ليه ما تتعلمش، ليه ما تخشش في المجال ده، وانت اصلا دي حاجه شغفك فيها يعني. ففي الاول قعدت افكر في الموضوع، وحسيت اللي هو لا يا عم، انا هخش المجال ده ازاي، وانا هعمل ده ازاي، وانا يعني انا فين اصلا من القصه دي. لغايه ما في يوم كده طقت معايا ان انا طب ما ابحث كده عن القصه، وابدا اشوف ايه اللي ممكن اعمله عشان اعرف اذاكر وابقى حد يعني سيرتيفايد، او حد لما اساعد حد ابقى انا يعني فاهم، زي ما تقول ايه، محل لثقتي يعني، او انا واثق من اللي انا بقوله له بعلم. يعني طبعا انا طول عمري بتمرن وبتاع، بس انت برضو لما يكون معاك شهادة ومتعلم ويعني وماشي على ناس خبرتهم اعلى منك، بيدوك برضو شوية تيبس زيادة عندك، بتزودك في الحتة اللي انت فيها يعني. وفعلا ده اللي حصل. وبدأت اخد كورسات اونلاين. اخدت شهادة من مؤسسة اللي هو ISSA. دي مؤسسة في أمريكا. ومشيت في الكورس بتاع مثلا شهر ونص، شهرين. طبعا قعدت عليه حبة حلوين، وفعلا كنت لاقي نفسي مستمتع. يعني أنا كنت بقعد على المذاكرة مثلا بالساعتين، أفضل قاعد وأذاكر وأعمل لغاية، عشان كنت حاسس إن ده في شغف ليا، إن أنا دي حاجة أنا بحبها.
اي نعم ما اشتغلتش بيها قوي، بس ستيل انا اي حد بيجي يبقى عايز يستفيد مني في حاجه من دي، وانت اكيد عارف عشان يعني اكيد تتكلم وتقول فعلا. يعني هعرف اقول له معلومه انا واثق فيها من حاجه انا اوريدي درستها وتعلمتها. وبدا بدات يعني برضو عملت يعني ايه صح على حاجه في التشيك ليست عندي. انا كان دايما نفسي اعمل حاجه شبه دي، دايما نفسي اتعلم، دايما نفسي اخد شهاده في حاجه شبه دي. وبدا بدات اطور من نفسي هنا، فاهم، في حته شبه دي. نرجع ونقول العادات عامه، انت مش لازم تغير حياتك 180 درجه، عشان ده مش كلام، مش واقعي. انا لو جيت قلت لك النهارده من بكره انت هتقلب، هتغير كل حاجه في حياتك، فالموضوع ما اعتقدش هيبقى هتقول لي يلا بينا تمام، بس مش هيبقى استمراريه. هي الفكره كلها ان انت تبدا تحط عادات. كل واحد لينا ليه روتين في يومه غير التاني. تبدا تحط اختلافات صغيره او عادات صغيره في يومك عشان تخلي الموضوع سهل عليك، تخلي الموضوع مش اللي هو عبء ان انت ما عملتوش. بالعكس، انت تحط عاده صغيره. حتى لو انت مثلا يا اخي انت نفسك تتمرن، نفسك تقرا، نفسك تظبط اكلك، نفسك تنزل تجري، حتى اي يعني كل واحد ليه حاجه في دماغه هو نفسه يطورها من نفسه ونفسه يحسنها. فعشان كده بقول لك دي العادات دي دايما ما فيهاش حاجه ثابته، فاهم يعني. انا بالنسبه لي دايما كنت بتمرن واعمل مش عارف، وقعدت فتره شهر شهرين من ضغوط الشغل لضغوط الحياه وكل الكلام الكتير اللي احنا بنقوله ده، فما كنتش عارف اتمرن، ما كنتش عارف اظبط اكلي وي. فبدات ارجع نفسي اون تراك واحده واحده. يعني بدات احط ايه اللي هو احط الاساسيات قدامي، بمعنى اللي هو لا، انا اول حاجه عملتها ان انا لا طب انا هظبط اكلي. فانا رحت جاي ايه نازل كده زي الشاطر رايح اجيب حاجتي كلها، انا عارف ان انا باكل كذا 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 كذا، رحت جبت اكلي كله، بحيث ان انا ما عنديش اي اوبشن تاني ممكن يلهيني عن ال الهدف اللي انا عايزه او العاده اللي انا عايز اصلحها من نفسي. وكل فتره بكافئ نفسي. يعني هو الفكره كلها انه احنا عايشين حياه، فانت مش العاده مش اللي انت تقفل على نفسك وانك انت لا انا خلاص هعمل كده. لا بالعكس، هو انت الفكره كلها انك تعمل حاجه مريحاك وتبسطك، وكل فتره تكافئ نفسك بحاجه، عشان دي اللي هتخليك عندك الحافز ان انت تكافئ نفسك. اللي هو لا انا عملت، انا مثلا لو انا مظبط اكلي وتمريني الاسبوع ده، تيجي على اخر الاسبوع ليك يوم وجبه وجبتين. شوف كل واحد بقى يعني فاهم، نازل مع صحابك، ما تحرمش نفسك. ما اللي هو مش اللي هو انا لا انا خلاص النهارده انا لا انا مش لا انت هي بتمشي ازاي. انا بقالي اسبوع ماشي زي ما كده، زي ماشي على الروتين اللي انا عامله لنفسي، مظبط اكلي مظبط حاجتي، هكافئ نفسي يوم. هو ده اللي هيديك الحافز الاسبوع اللي جاي انك انت تطور من نفسك في العاده اللي انت بتعملها. وبدل مثلا ما انت كنت بتروح تتمرن نص ساعه، هتلاقي نفسك لوحدك زودت 10 دقايق ربع ساعه زياده، هتلاقي نفسك بتتحسن في الحاجه اللي انت بتعملها. فانت ده هيديك حافز اكتر، فهتحس نفسيا احسن، صحيا احسن لو انت بتتكلم في رياضه واكل وبتاع. فالعادات بتفرق جدا، انك تعمل عاده يعني العادات الصحيه نفسها يعني بتخليك نفسيا احسن وصحيا وجسمانيا، بتبقى الموضوع فعلا فعلا احسن بكتير. قول لي انت بقى عشري، يعني ايه العادات او ايه العادات اللي انت او الروتين اللي انت عملته او غيرت من نفسك ايه من مثلا من السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ بص يا سيدي، انا يعني قبل ما اتكلم انا غيرت ايه، انا حابب ان انا اقول ازاي اصلا يعني قمت بتغيير حاجه فيا من وحشه لحلوه، وازاي لغيت الحاجات الوحشه برضه. طبعا مش كل حاجه مش 100% اتغيرت او وصلت للشخص اللي انا بحلم بيه، لكن طبيعي في تغيير ملحوظ كل يوم. احنا الفكره كلها احنا مش بنتكلم على يعني برضو احنا
انا بكلمك على حاجه اكسبيرينس ليا. احنا الفكره كلها ان انت كل يوم بتحاول تبقى احسن من اليوم اللي قبليه، يعني زي ما الناس بتقول كل يوم بتحاول تبقى the best version of you. فهو ده الكور بتاع الحلقه، واحنا مش جايين نقول انت لازم تعمل، بالعكس انت كل يوم بتحاول تبقى احسن من امبارح. يعني انا امبارح كنت غصب عني وقعت في كذا، بس النهارده احسن نفسي في هنا، وهكذا. هي الفكره كلها ان انت كل يوم بتصحى عندك فكر ان انا عايز اوصل لاحسن فيرجن من نفسي، ان انا اطور من نفسي في هنا. كل واحد شايف ان هو ناقصه حاجه يزودها، مش اكتر ولا اقل، فاهم؟ بالظبط. بص يا سيدي، مبدئيا كده خلينا نقول ان العاده هي عباره اصلا عن سلوك متكرر عقلك جواك، العقل الباطن نفسه بقى متبرمج عليه. يعني بقيت الطبيعي في يومي ان يحصل فيه 1 2 3، الطبيعي في شخصيتي ان انا يبقى عندي 1 2 3 مكونه للشخصيه، طبيعي لما اتكلم مع حد لدرجه صوتي تبقى كذا، وهكذا. طيب انا غيرت ده ازاي؟ انا غيرته يعني بحاجات بسيطه جدا. اولا ما حطيتش حاجه كبيره، يعني ما جيتش قلت مثلا او قبل كمان ما اجي احاول اغير، انا بدات احلل انا عندي ايه وحش وايه حلو. اول حاجه يعني مسكت ورقه وقلم، لان بجد على فكره مسكه الورقه والقلم عموما هي بدايه المعرفه بيك، مفيده جدا. بدايه المعرفه بيك. يعني انت عايز تعرف نفسك، امسك ورقه وقلم واقعد اتكلم مع نفسك صريح عن نفسك بصراحه مطلقه، انا فيا ايه ومفيش ايه، كانك انت حد غريب. تمام؟ دي اول نقطه. تاني نقطه في ان انت تغير الوحش وتزود الحلو. هنيجي مثلا نقول انا كنت راجل ما بصليش كويس، تمام؟ فعملت حاجه صغيره جدا. اولا انا قلت انا عندي 5 صلوات في اليوم، انا مش عايز اصلي ال5. والله العظيم، ومش هتصدق اللي انا بقوله ده او تصدقه ما اعرفش، بس انا قلت انا مش عايز اصلي ال5. انا تارجتي ان انا اصلي صبح وظهر، مش فجر وظهر. متخيل؟ اصليه صبح اول ما اصحى من النوم، اخش اتوضى واطلع اصلي، تمام؟ واحاول ان انا اصلي الظهر. جبت الظهر بقول الحمد لله انا صليت النهارده. جبت عصر مغرب عشاء مش مهم، يعني مش بحاسب، مش بقول لنفسي شاطر جوايا ببقى مبسوط قوي بزياده. لكن انا لو صليت صبح وظهر انا النهارده عملت اتشيف، وما عنديش مشكله الناس تقول عليا ايه. يعني ممكن والدتي كانت تقول لي صليت كده، انا هصليها حلو، مش فارق، تمام؟ اسبوع على هذا المنوال وابدا ازود العصر، اسبوع على هذا المنوال وابدا ازود المغرب، اسبوع تاني وازود العشاء، تمام؟ طيب بدات الاقي ان انا بصلي ال5 صلوات بس ما بصليهمش في مواعيدهم، عادي، المهم اصلي، تمام؟ بعد كده بدات احط على نفسي ان انا طب ما تصلي ما بين الصلاه والصلاه. يعني عارف انت اللي هو ايه، يعني انا كنت ممكن اجمع صلاتين 3 على بعض عادي. بدات ان انا اركز ان انا طب ما تصلي، يعني عندك ما بين العصر والمغرب فتره، في الفتره دي صلي العصر في اوله بقى، اول ما الاذان يأذن، في الاخر مش فارق. المهم ان انت يبقى فيه الارم جوه دماغك، توصل ان دماغك بتقول لك المغرب هيأذن قوم صلي، المغرب هيأذن قوم صلي، وتزعل لما تكسر عصر على المغرب، تمام؟ مش لازم تجلد ذاتك، لكن في عتاب جواك انت بيحصل من غير ما انت تتحكم فيه. جواك بتعاتب نفسك، هو انا ليه سبت المغرب يخش؟ والله غصب عنك. اما السلوك ده بيتكرر كتير، او الموضوع ده لما بيتكرر كتير بتلاقي نفسك انت لما تعمل الحاجه غصب عنك. بالظبط، انت لما تعمل الحاجه كل يوم او يعني تتعود على فعل، يعني التكرار، يعني الفعل ده كل يوم يعني تلقائيا بتلاقيه خلاص انت بقيت بتعمله. عشان كده انا لما جيت اتكلمت مثلا على حته التمرين، انت مش لازم كل يوم. انا بالنسبه لي او لسه واحد بيبدا ان انا اروح اقعد ساعتين بتمرن. انت ممكن تروح تقعد نص ساعه في الاول، هتكون بالنسبه لك انت حققت تارجت. انت احسن ما تروح يوم تقعد 3 ساعات وتروح بعديها باسبوعين تريح في البيت. بالعكس، انت لو رحت اسبوع بالظبط كل يوم نص ساعه، هتلاقي نفسك مع الوقت خلاص انت قررت يعني الحاجه دي خلاص تقول ده نص ساعه، يعني الموضوع بقى سهل بالنسبه لك.
مش صعب، مش حاجه اللي هو متعبه ومرهقه بالنسبه لك ذهنيا وجسمانيا، فانت بقيت ايه تتلاشاها. لا بقى الموضوع تقيل على قلبك، بالعكس انت عايز تعمل حاجه سهله عليك فكريا، دماغك متقبلاها وجسمانيا، فانت تلاقي نفسك ان دي بقت خلاص ده العادي بتاعي. لو انت ما عملتهاش تحس انك انت في حاجه ناقصاك في يومك. حقيقي ده مش بس في حاجه ناقصاك في يومك، ده انت فيها، ده انت هتوصل ان انت لو في حاجه معينه، حاجه معينه فعلا انت متعود تعملها، والله العظيم انت يعني هضرب لكم مثال، يعني هتبقى بتلوم نفسك وهضرب لكم مثال على ده، او مش بتلوم نفسك يعني هضرب لكم مثال هتفهموا. انا بحب القرايه ازاي؟ كتير بغباء، يعني انا عندي في كتاب معينين، بالذات القسم الخاص بالروايات، يعني قسم الروايات او المنطقه بتاعت الروايات، انا عاشق للروايات، بالاخص الحاجات اللي فيها فانتازيا او كرييشن لعوالم جديده. يمكن دي حاجه في حياتي اصلا، الفانتازيا دي بحبها، الحته دي افلام بقى روايات ايا كان. انا وصلت ان انا بستنى الروايه قبل ما تنزل ومتابع اخبارها، يعني انتوا متخيلين؟ طيب ليه بحكي لكم ده؟ لان انا واحد ما كنتش بحب القرايه اصلا. ازاي حبيت القرايه؟ قسما بالله انا بص، هي بدات من والدي، يعني هو والدي اللي عودني على القرايه من وانا صغير. بس والدي برضو كان، يعني خلينا نقول ان الدنيا لما مع التطور اللي عندنا ده، بدانا نشوف ازاي نحب حاجه. تمام، والدي كان عايز يحببني في القرايه عموما، فكان بيجيب لي مجلات العربي. فمجلات العربي كان فيها اللي هي العربي الصغير دي، فكان يجيبها لي. مجله العربي الصغير يعني تحسها كتاب، يعني تحسها يعني جريده، يعني مش حاجه قرايه، فاهم؟ فهو عودني على وجود الكتاب بس. لكن القرايه كقرايه انا بدات اتعلمها ازاي او بدات احبها ازاي؟ جيت في فتره قلت انا لازم اقرا علشان اخلي مخي في ادخله معلومات، يعني ادخل معلومات حلوه، يعني هتكسبني خبره، هتغير شخصيتي، الكلام ده. فقعدت جبت 5 أنواع كتب. جبت كتاب علمي بحت بيتكلم عن علم النفس، وده على فكره ده تخصصي لما كبرت، يعني برضه كان حاجه في تكوين شخصيتي بسبب، تمام؟ فما حبيتوش قوي، لسه طفل صغير، يعني كنت في تانية اعدادي تقريبا. وجبت العربي الصغير، الاصدار الجديد، تمام؟ وجبت روايه، تمام، لاحمد خالد توفيق، مش فاكر كانت على ما اتذكر كانت يوتوبيا، على ما يعني مش فاكر بالظبط الروايه كانت ايه، بس تقريبا كانت يوتوبيا. بس هي لاحمد خالد توفيق عموما، لو مش هي الروايه. وجبت اللهم صل على النبي كتاب بيتكلم عن الدين، الفقه والحاجات دي. كان كتاب رياض الصالحين، كان احاديث، تمام؟ كتاب صغير كده مش كبير قوي، يعني مجلد بس صغير، نسخه يعني فيرجن واحد. كان في كتاب خامس مش فاكر ايه هو، بس هو تقريبا كان حاجه دوكيومنتري عن حياه واحد كاتب صحفي على ما اتذكر تقريبا، والله مش فاكر اسمه ايه، حاجه حسين، مش فاكر كان اسمه ايه، بس هو حد من الناس التقال قوي يعني في مصر. وقعدت قريت ده وشفت انا بحب ايه، يعني انا دماغي اتفعلت او انا حبيت ايه منهم، عايز اكمله، تمام؟ بصراحه كملت في اللي هو رياض الصالحين ده، قعدت فيه شويه، يعني كان عاجبني، شدني كده الاحاديث بقى وشرحها ومش عارف ايه، وان انت بتقرب للدين، انت اي حاجه في الدين كده بتشدك يعني غصب عنك. بس اللي سرقني فعلا كان كتاب احمد خالد توفيق، الروايه. فعرفت ان انا بحب الروايات، يعني عرفت ان انا السكه دي حابب اقراها. هو بصراحه رهيب، ملوش حل. واتطورت بقى قصتي مع الروايات لدرجه ان انا بقيت اشوف مين الكتاب وافلتر مين اقرا له ومين ما اقرالوش. فكرة انت بتحكي قصتي بس يعني على ليفل تاني. انا بدات تاني. لا على فكره انا بدات اقرا من نفس الفكره، يعني انا بدات اقرا، بس انا كنت واخد الشخصيه دي من واحد صاحبي كان يعني بيقرا كميه كتب رهيبه وعنده مكتبه في البيت.
وكل فتره يجي يقول لي انا كان في كتاب رهيب، ويقعد يتكلم عليه شويه، ولما يتكلم الاقي نفسي انا اتشددت للقصه اللي هو بيحكيها. بعد كده انا في يوم طب ما نقرا طيب اللي هو بيقوله ده يعني ما اشوف طيب كده هو بيقول ايه. فنزلت معاه، احنا طبعا اسكندرانيه يعني الناس مش عارفه، فكان في معرض الكتاب في القاهره. فقال لي انا رايح معرض الكتاب اللي في القاهره. قلت له طيب تمام. قال لي تيجي. فانا راح سكت كده، فانا من جوايا اللي هو انا هاجي اعمل ايه يعني؟ معرض كتاب، كميه كتب رهيبه يعني، انا ماليش ما فتحتش كتاب مره وقريت، بس انا من جوايا نفسي اعمل ده. قلت له ماشي تمام انا جاي معاك. فضل بقى يحمسني بقى، وبص احنا ممكن نشوف الكاتب ده وممكن نشوف مش عارف ايه وبتاع. قلت له يا عم ماشي. فرحت وامسك كتاب واقرا اللي في ظهر، الاقي نفسي ايه اتشددت. ده رجعت من المعرض ده بكام كتاب؟ 10 بتاع 10 والله العظيم زي ما انت بتقول بتاع 10 كتب. وعملت يعني في ظرف اسبوعين بقى عندي مش هقول لك مكتبه، بس بقى عندي رف مليان كتب. مامتي كانت مسافره فرجعت من السفر فبتقول لي مش فاهمه الكتب دي بتاعت مين؟ هي مش فاهمه. فبقول لها دي بتاعتي. قالت لي انت من امتى يعني بتجيب الكتب دي؟ قلت لها يعني نزلت كده ورحت معرض الكتاب وفي كتب شدتني. وفعلا انا الكتب عامه او القرايه سحلت فيها فتره، والفتره دي انا بعدت عنها شويه يعني يعني طبعا الحاجات اللي بتحصل وشغلك وبتاع، بس من فتره رجعت اقرا تاني يعني. رجعت اقرا تاني اكيد برضو مش بنفس الليفل اللي انا كنت برجع فيه، بس بقيت احط لنفسي زي ما تقول ايه كل يوم هقرا مثلا صفحتين 3. مش عايز اقرا كتير. ايوه على فكره انا بدات بصفحتين 3. النهارده بخلص الروايه في يوم ونص، روايه كامله بالظبط. انا بحط لنفسي تارجت اللي انا ايه النهارده اقرا صفحتين 3. وفعلا فعلا فعلا اللي عايز يقرا او اللي بيفكر يقرا، انت لما بتقرا كتاب اصلا وبتخش فيه او تخلص كتاب، فكرك او تفكيرك نفسه بيتغير. قبل الكتاب حاجه وبعد الكتاب بيتغير فعلا. دي حقيقه. انت ممكن تغير طريقه تفكيرك من كتاب واحد. صح. يعني شوف انت فين ايه الكتاب اللي انت عايز تقراه، لو هو عن بيزنس، لو هو عن حياه، لو هو عن روايه، لو هو تاريخ، ايا كان الكتاب اللي انت بتقراه بيعلمك وبيزودك حاجه. فانت قبل الكتاب حماده وبعد الكتاب حماده تاني خالص. دي حقيقه فعلا. يعني انت حتى هتلاقي نفسك انت في واحد اسلوبه بيتغير من كتر ما هو بيقرا كتب. اسلوبه هو ان شخصيته بتتغير بعد ما بيبدا يقرا كتب ويبدا دماغه تتقل بالمعلومات. فعشان كده بقول لك لا القرايه مهمه جدا جدا جدا. فعلا لتكوين الشخصيه ضروري بشكل مبالغ فيه يعني. فمن هنا يعني اقدر اقول لكم حاجه بسيطه جدا في انك ازاي تكتسب عاده. او احنا ليه. طب اسالكم سؤال، هل ويا ريت تجاوبوني تقولوا لي رايكم ايه في الاجابه اللي انا هقولها. هل العادات مهمه عشان تنجح ولا لا؟ انا عايز رايكم فيها. انا رايي انا الشخصي، بصوا يا جماعه، يعني اي حد اي ناجح في الدنيا ليه شويه عادات كده، ايه مكونات لشخصيته اساسيه، وحاجات بقى بتاعته هو بتاعت الشخصيه بتاعته. لكن في حاجات اساسيه ما ينفعش تتغير، كور ثابت كده. اولهم عاده ان انت تكون ملتزم. دي بسم الله الرحمن الرحيم. هتلتزم يعني كون ان انت تكتسب عاده الالتزام او انك تنفذ كل حاجه انت عايزها. مثلا اديت ميعاد لواحد تروح في الميعاد، قلت هشرب عصير معين كل يوم، اشرب. تمام. قلت لواحد كلمه، نفذها، خليك قدها. هي عاده الالتزام دي اهم عاده للنجاح. بعد ما تبقى ملتزم، يعني بعد حته ان انت تكون شخص كوميتد لحاجه، تمام، بعد دي على طول شوف بقى العادات الطبيعيه. لو انت راجل متدين شويه، يعني عندك علاقه بربك، انت فاهم ان دي حاجه مهمه، يبقى لازم تصلي. نومك
هوايتك، يعني انت لازم تكتسب عاده ان انت تمارس هوايه ايا كانت ايه هي. في ناس بتمارسها خلي بالك بالقرايه، في ناس بالرياضه. انا هقطع كلامك حاجه صغيره مم. انا نسيت اقولها. انت اصلا لما بتكتسب عاده جديده او انت بتغير حياتك لحاجه انت عايز تعملها، مثلا قرايه، انت مثلا عايز زي ما انا بقول من ناحيتي اتمرن، هي تلقائيا بتحسن حاجات لوحدها. يعني بمعنى اصح انا دلوقتي واحد زي ما ناس كتير قوي نفسي تعملها، انا نفسي انزل اتمرن يا عم ساعه، نفسي انزل امشي ساعه. لما انت تبدا تعود نفسك على التمرين او تعود نفسك على الاكل الصحي او دي بتتبعها سلوك بيحسن اصلا من عاداتك لوحده. ايوه بس في حاجه علشان ما نكبرهاش على الناس او ما نخليش الموضوع كبير في دماغهم. بصوا يا جماعه، اعملوا اللي هقوله لكم ده، ولو ما نجحش بحق. لو انت عايز تبقى راجل بتروح الجيم، يعني عايز تبقى راجل عندك عضلات كده، او راجل رياضي بينزل يمشي بينزل يجري، بتعمل اي رياضه ايا كانت ايه، قرر انك تقوم تلبس وتفتح باب الشقه وتنزل توصل للمكان اللي انت عايز تروحه. يعني مثلا انت عايز تتمرن، كل القرار اللي مطلوب من سيادتك، العاده الوحيده اللي انت عايز تكسبها مش انك تتمرن، انك تروح الجيم. فاهمني؟ روح بس الجيم، وانت في الجيم هتتمرن. خلي جواك صغر الاهداف. تصغير الاهداف هو اللي هيسبب ان هم يتعودوا على فكره. انت بالظبط تقوم بالظبط. يعني انت بس الحركه دي خلاص انت كده، هي دي العاده. هي هي نص الفكره كلها، انك انت عقلك غصب عنه ساعات بيكسلك عن الحاجه. لو انت بتبقى انت عايز تعمل ده، انت وانس بس انك انت قمت من على السرير او قمت من على الكرسي خلاص انت عملتها. تعرف ان العقل اصلا يعني ما بيحبش اي الم. يعني هو بيوحي لك انك تعبان ما تروحش الجيم. عارف ليه؟ عشان هو مش عايز العضله اصلا تتعب. يعني هو عقلك جواك مش عايزك تبذل مجهود اكتر من اللي انت بتبذله. هو عايزك ترتاح. هو العقل عايزك تكسل، على فكره عقلك عايز يكسل. فانت بمجرد ما بتاخد التشالنج ان انت تقوم تغير هدومك وتنزل تتمرن، خلاص. يعني مجرد ما توصل الجيم، والله وجودك جوه الجيم كفيل ان هو يلعبك. اقسم بالله يا جماعه انا رحت الجيم مليون مره اروح الجيم وانت بتسحبني وانت بتشدني، اللي هو طب انا نازل، انا نازل، طب ما تيجي، انت هتخسر ايه لو ما جيتش؟ انا ببقى تعبان وكسلان وفي فيلم شغال عايز اتفرج عليه وروايه جنبي وشويه شغل عايز اخلصهم وكام حاجه كده ومسحول ومش عارف ايه. مجرد ان انا اقوم البس بس وانزل اجي معاك، وصلت الجيم، بتبقى تمرينه ما بتتنساش. بس اوصل بس. يعني هي الفكره ان انت تاخد القرار في انك تروح. وعلى فكره الرياضه او الجيم من الحاجات اللي انا فعلا يعني بحاول ان انا اكتسبها دلوقتي. ويعني سطر وسطر، وان شاء الله تابعوني كده هتلاقوني في خلال شهر ولا حاجه باذن الله خلاص بقيت جيماوي قد الدنيا يعني. عشان كده هو ده اللي بقوله لك، انت لما بتحاول تكتسب عاده جديده هي تلقائي بتغير عادات تانية فيك ممكن تكون انت عايز تحسنها. بمعنى احنا لو دخلنا في قصه التمرين وي انت لما تعود نفسك ان انت هتمرن كل يوم نص ساعه، فبالتالي هتخلي نفسك هتخليك تركز اكتر في اللي انت بتاكله. لو انا مثلا هاكل جانك ولا هروح اكل مش عارف اي جانك فود ماكدونالدز، تيجي تقول لك لا طب ما اكل حاجه مفيده، اكل حاجه صحيه اكتر. فهتلاقي نفسك انت بتظبط الاكل من غير ما تفكر، عشان انت ايه، انا بروح اتمرن. فبالتالي هتلاقي نفسك ايه، طب انا هروح اتمرن بكره، طب ما هقوم جاي ايه، طب انام بدري النهارده. فهتلاقي نفسك انت ظبطت 3 عادات في حاجه واحده بالظبط. عشان كده بقول لك دي تابعه لدي. هتبقى مثلا انت عايز تقرا كتاب، فهتلاقي نفسك ايه، طب انا عايز اقرا كتاب قبل ما انام ايه بساعه مثلا، اقعد اخد نص ساعه مثلا ولا تلت ساعه قرايه كتاب. فانت هتلاقي نفسك بتفضي وقت للقرايه دي. وغير كده هتلاقي نفسك انت عايز تقرا قبل ما تنام، فقريت الساعه 11 مثلا بالزبط. هتلاقي نفسك تلقائي دماغك بتقفل الساعه 12. ليه؟ لان انت عامل حسابك هتقرا قبل ما تنام بساعه بالظبط. فانت برضو هتيجي 12 عينك بتغمض كده لوحدك. فعشان كده بقول لك العاده يعني انت لما تغير عاده، او كل واحد فينا، محدش فينا كامل يا جماعه، محدش فينا ومحدش هيوصل للكمال بيرفكت 100%. ده حاجه يعني احنا عارفينها، ودي
مفيش حد كامل عشان ما نبقاش بنتفلسف يعني، بس دي الحقيقة. انت كل يوم بتحاول تحسن من نفسك، عادي جدا ان انت يوم تقع، بس هي الفكرة كلها ان انت تقوم تاني وتحاول وتحسن نفسك كده. هي الفكرة كلها ان انت لو حطيت في دماغك النجاح وشفت بقى اللي احنا بعدين بنشوفه في السوشيال ميديا ده هيوقعك. كل اللي في السوشيال ميديا دول هو طلع عايز يجيب شويه فيوز هو وخلاص بالظبط يعني. بس انت ما شفتش هو اصلا عشان يقف الوقفه دي عمل ايه. ما هو عمل نفس اللي انت بتعمله بالظبط، حط شويه عادات. واي واحد ناجح في الحياه اصلا عشان تبقى انت عايز تشوفه وعايز تبقى زيه، شوف هو بيعمل ايه، شوف العادات اللي هو بيعملها واعملها والله هتنجح، عشان هو يوصل هنا. وعلشان بقى الحلقه دي لا مش ولو عملت بقى كفايه عليهم كده، خدوا مننا كتير النهارده، ده بقالنا داخلين في ساعه يا باشا. وعلشان الحلقه دي تبقى مؤتيه بثمارها، احنا حابين النهارده نتشالنج كده ونعودك على اهم عاده في التاريخ، في الكون، في الكوكب كله بالنسبه لي، تمام؟ انك تتعود تدوس على زرار اللايك وتعمل سبسكرايب لو مش عامل سبسكرايب، وتنزل تحط كومنت وتحسسني ان انت بتسمعني يعني، فاهم؟ قول لي رايك في الحلقه دي ايه بالظبط. ونسالك نفس السؤال، ايه العادات اللي اتغيرت في حياتك، وايه راي الناس، او ايه الخطوات، او ايه اللي ممكن حد او شخص يعمله يحسن من عاداته. زي ما انا قلت لك خبراتي، او ايه وجهه نظري، ايه وجهه نظر الناس، انت ايه اللي شايفه اللي ممكن انت تعمله يحسن من عاداتك وتغير في حياتك. يعني كل واحد ليه راي، عشان ده موضوع عام، كل واحد ليه راي فاحنا طبعا نحب نسمع راي الناس اللي بتسمعنا، فاهم؟ نسمع قصتكم كامله ونحب نقول لكم في الختام كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده، انتوا جوه علينا والله جوه علينا. نشوفكم في الحلقه اللي جايه، وبرضه لو انتوا عندكم مواضيع عايزيننا نتكلم فيها قولوا لنا، مستنيينكم. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والكومنت، ما تنساش اوعى. انا عشري وانا هشام، وده بودكاست على الطريق، دمتم سالمين.